مشى كوده وقبله مشى جوبا وبعده تاني يوغندا برضه مشى برضه قابل عبد الرحيم. فاتاكد انه هسي بالمناسبه في خلافات هسي الان ده من انه هو المواثيق والاخوات الوقعوا لانه زول غبي وخام عليك والاتفاقيه ده متبنيه منو الامام. حركه الشعبيه ده في الامام 3 دقائق والله ما يعمل، اقسم بالله العظيم. خليه يقول طوط انا ما ادري نقيف بس هسه خليه يفك الارتباط من تاني والله ما يقدر. ما يقدر لانه عنده ضمانات ومكتبين لهم عهودات ومكتبين لهم اتفاقيات داخل جبال النوبه ده من غير جبال النوبه ده كاتبين كونترات. ناس الحركه الشعبيه ما هيقدروا يتنصلوا من الاتفاق. طيب ما في مشكله. طيب اسي في موضوع حاصل في نيالا. طبعا اسي في مشكله في نيالا، انا طبعا داير اعلق فوقها، وانا امس طلعت فيها فيديو تكلمت فيها. ابناء المسيريه في كردفان قاموا عملوا اداره اهليه بتاعتهم ولا التبادل ودايرين يمشوا مشوا نيالا. قاعد اسي عندهم كم 29 يوم قاعدين في نيالا. الناس اللي قاعدين يا حبيبي قال دايرين هم جابوا لهم غيارات بتاع نيالا اللي قاعدين قال هم ديل، ودخلوا لك التاسيس في فتيل، ودخلوا لك ناس صندل وناس. قبل شويه انا قبل ادخل اللايف ما اقدر ارسل لي واحد من نيالا وراني المشكله حصلت الليله في نيالا. في احتجاج كبير انه ابناء المسيريه منطقه بطلع بكى فوقه. لكن ده الليله انا بتكلم ما قال ناو الان في نيالا قبل ساعتين من الان اتصل علي زول من نيالا من المصادر بتاعتنا هناك انه حصل مشاكل في المكان بين الاداره الاهليه بتاعت المسيريه وناس دخلوهم دقريس من ابناء المسيريه المشوا اللجنه المشي ذات. انا ده اللي انا منتظر ميسر بابا يجي يتكلم يقول شنو في الكلام ده. يعني انا منتظر ميسر بابا الليله يجي يقول شنو في الكلام ده. يعني احتمال في اداره اهليه ده. انا بس داير حاجه واحده بس يا ميسر بابا، رايك شنو في المشاكل اللي حصلت اسي في نيالا في المكاتب دي بسبب الوفد بتاع ابناء المسيريه الموجود المنتظر حمايه. يعني انا نجي نكذب لكم لمتين، يعني نتكلم لكم مثلا نقول لكم القضيه دي الشغل. يعني انا ابناء دارفور بنستفيد شنو احنا من الكلام ده؟ نجي نقول لكم انه يعني عادي ممكن الجيش عنده يسيطر على الجزيره والخرطوم والسنجه وكل المناطق دي. الجيش عباره عن 100 1000 كيلومتر في 1000 كيلومتر، مسيطر على الكرري، مسيطر على البحري، مسيطر على القياده العامه، وكان سايق الدوله دي لحد ما عمل ترتيب للجيش وجاب الامدادات وجهز القوات وبدا من الجزيره وجاب المويه وجاء طردكم من المناطق دي كلها رجعكم لحد دارفور. يعني انتوا لما كنتوا ماسكين نص السودان ولا اكثر من النص ماسكين ما عملتوا حاجه. انا والله يا شفتين اول حاجه ده اديك معلومه. اول حاجه الناس الرق زود في القضيه ده ادارات الاهليه المشى ورطوا الناس ده. الادارات الاهليه ده اكلوا في زمن الاكل اكل واستنفروا الشباب ديل وجاب حسي الناس ديل هم كونك تملص صعب وكونك تخايب اثنين. الناس ديل انا وريتهم قلت لهم ده دوله بتاعت رزيقات، قالوا لا بيبي ده غبلي. قلت لهم يا اخوانا ده دوله رزيقات، قال لي كيف؟ قلت لهم بس بتحليل بسيط جدا ما محتاج سياسه. في الخرطوم ويقدل يمشي ما دي بودا بنفسه طلع في التلفزيون في سنة للانباء قال لكم هذا ابن القبيله 6 يوم. قال لكم يا عرب يعني وقت البارد اكلوا برام، وقت الحار دخلوكم انتوا له الزوط. انا عشان كده قاعد اقول لمجتمعاتنا في دارفور اخواننا انتوا كبيتوا بكل لما تجي تتفاجئوا انه في انهيار وما ادوكم عربات ما ادوكم قروش ما قابلتوا خايد. اخوي انت زي زول المهاجرين اجروك تهيج زرع ده تاني انتج ما انتج انت ما عليك. او انت زول قاولوك قال لك اخوي زي انا زمان انا بدك ضربت لهم مثلا قلت لهم انا زمان في الذهب عندي امال عندي 3 بير. اتفاقنا كيف؟ اتفاقنا انه انا نجيب لك جاكمر نجيب لك بابور نوفر لك مويه نوفر لكم بنزين بتاع البابور ونوفر لك الارضيه محل البير بتاعنا ودقيق بتاعك ساردينك مكرونتك تاكل تشتغل. نافروا بير يا شمس الدين لو نصب بالنص وعربيتي زغات ونشيل الحجر نمشوا تاهونا سوا. الطالع رقم نحطوه في ميزان طق ندقوا نطلعوا انتوا تمشوا تشيلوا حقكم ما نشيل حقي انا من حقي رق نجيب لكم الميس والبنزين والحاجات كده. ده اتفاقنا كان الاهليه. اتفق معاهم انه البلد ده لو اتمسك ندوكم وهسه البلد ما يتمسك وانتوا دايرين يدوكم من وين يا جماعه؟ الشغله ده قده انا والله اقول لكم بالواضح
تفاصيل كده، تحليل بسيط سياسي، تحليل بتاع زول ما سياسي. المهم انتوا اتفقتوا مقاولة شغلكم ده. والله نزروا الارض ده انتج، نقسموا المحاصيل. انتوا زرعتوا ما في شغل، ده فشل. والله تأسيسكم ده فشل نتيجة، والله على ما اقوله شهيد. الحل في شنو؟ يا قول الجيش ده ما دارين امشوا شوفوا لكم اقرب معسكر ثاني، معسكر ان شاء الله حايدوا الحرب بالذات كادارات اهليه. مشروط الدوله. انتوا لا اشتر من جونجران ولا عندكم جيش اكتر من جونجران. انتوا لا اشتر من عبد العزيز الهيلو لغايه راسه ده بقى شعره واحد ما بقوم عليه. حواجبينه ذاته حتى بلد ده دوله 583 مكون قبلي. تجي انت مجموعه بتاعت قبائل دار تسيطر على الدوله ده كله وتحكم الناس تمشين بوكاس. ما حصل. املاءات الامارات ده بوريتكم داير يشرزموا الدوله ده. الدوله ده هم دايرين يشرزموا، الهدف انه يشتتوا الناس. وانتوا ساهمتوا مساهمه كبيره جدا في انكم تساهموا تشتتوا البلد ده، لكن ما قدرتوا. والله والله العظيم الخطاكم في الجيلي وما حكمتوا السودان، اقسم بالله ما تحكموا السودان من نياله. الكلام ده خطوه في راسكم. والله الخطاكم في ما حصل. املاء. وانتوا ساهمتوا مساهمه كبيره جدا في انكم تساهموا تشتتوا البلد ده، لكن ما قدرتوا. والله والله العظيم الخطاكم في الجيلي وما حكمتوا السودان، اقسم بالله ما تحكموا السودان من نياله. الكلام ده خطوه في راسكم. والله الغتاكم في الجيلي ودخلكم الاذاعه ما استطعتوا تحكموا السودان ده ولا تعلنوا فيه بيان، اقسم بالله من نياله ما بيتحكم لكم. ما تديوا عيالكم ساكت. ده نصيحتي لكم انا. كمين دي نصيحه، وانا نصيحتي ده ذاته ما للرزالات. نصيحه ده للمجتمعات الزنجيه المنضوين تحت اعملوا كورك عليه ريحوا نفسكم. 2023 ولا 22 انا طلعت صوتيه هناك بحضور اولاد اعمامه، والزول اللي بيتكلم كان قال لهم انا دي صوتيه مشهوره، كان حتى القنوات شالوا يتناولوا صوتيه. كنت انا جبت كنت بتكلم بقول لكم انا عملت فيديوهات كثيره الليله، لكن ده ضروري. ومن كان يعبد الجاهزيه فالجاهزيه باقي الروح. انا نقول لكم بالوادي والله العظيم لو داير انت تعبد الجاهزيه ديل باقي روح يا لكن ده حقيقه انا بقول لكم. 3 ادارات اهلنا المسيريه وابناء الحركه الشعبيه اللي بتقول ما من مصلحتك. 1 2 امكانيه الا زول يديك ويملي عليك. نقول عليك بالواضح لو عندكم اي سرعه انتم اقرب ناس لمعسكر الجيش، لكن للاسف اخترتوا المعسكر الخاطئ. هسي برضه والله انا بقول لكم انتم من المظالم ده اكتسبتوا الكثير، واياته ده والله ما بتعوضوا. والله امشوا لاولادكم ناس درمود ناس جودات، شوفوا معسكر الجيش ده اقرب لكم وجدانيا، وانتوا ذاتوا من الناس المحبوبين عند الشعب السوداني. ما زي الجماعه ديلك اصلا قاربيننا مع السودان كله، وهم اصلا اي ما في محل في تلاف هم الاساسيين في التلاف، لذلك مكروهين. لكن انتوا على الاقل عندكم ارضيه مواطيه انه ترجعوا تأيدوا الانكسر بينكم وبين الشعب السوداني وتمشوا قدام. فده رسالتنا لاولاد المسيريه. اداراتك الاهليه اللي قاعدين هناك متهانين في نياله بيفتشوا في الدقيق ده، قول لهم يرجعوا يجوا عزيزين مكرمين يقعدوا في كردفان. والله العظيم كان في حاجه دايرين تقدموه انتوا اولادكم اللي قاعدين في الجيش ده بيقدموا للمجتمع ده هناك. اقفوا خلف الجيش بتاعكم ده، خلف السودان ده، ما تجيبوا لكم ويشتتوكم. هسه ابزبط ده براكم دخلتوا جيش. هسه ابزبط كيف؟ هل حل الاستقرار والامن؟ زمن عمر البشير ده رقم 30 سنه، ما في سنه كامل في ابزبط قاتلينه. والغريبه وصلوكم مرحله انه ميسي عشان ينهب منه تليفون او موتر. فدي الناس ما بيبنوا دوله. ناس قاعد داك الثاني دار حبيب وديت الناس دار همر، الليله دار همر فيه امر، الليله في دار همر الناس عايشه كيف؟ خيرات واقتصاد. دار همر ده كله ناس اكلوا. فما تقربوا نفسكم بيدينكم. وده نفس الكلام اللي بقوله لعيال الحركه الشعبيه، ما تسوقوا كادوغلي والدلج عشان ما تدفعوا الفاتوره. ده رسالتي لكم. تفضل يا شمس الدين. والله كلامك جميل جدا. وهسه انا اولادنا اولاد المسيريه الموجودين في نيالا ديل يجيبوا لكم عبد الرحيم طاحونه بعد شيء مشغول عنده مواضيع وكده. ارجو كردفان ودقوا للجيش انكم اولادكم هناك في الدوله كبار كيزان 56 قطار قاعدين هناك. اتصلوا ظبطوا اموركم، امنوا بلدكم، رجعوا اولادكم المدارس، خلي المستشفيات ترجع، التعليم يرجع، كردفان ترجع، كردفان الاقره. لكن تتبع والله بتشوفوا والله، الا الشيء اقسم بالله العظيم. انا اوريكم النهارده اسمه ابو عمار،
آه